السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده هنتكلم عن العربية نيسان سانترا وعن نزول سعرها في الفترة الحالية مع باقي انخفاض أسعار السيارات في مصر. العربية اللي أصبح سعرها 888 ألف جنيه، يعني نزول في السعر أكتر من 100 ألف. هنتكلم عن سلبيات ومميزات العربية، خاصة إن سعر العربية حالياً أصبح بيقدم قيمة مقابل سعر معقولة. من عيوب العربية إن ما فيهاش ESP، مع العلم إنه موجود في نيسان صني، وما فيهاش مرايات ضم، وما فيهاش حساس ركن خلفي مع وجود كاميرا خلفية، وناقصها السبويلر الخلفي والفاميه. والعربية نازلة بفئة واحدة، هاي لاين. موتور العربية 1600 سي سي 4 سلندر، بيولد 118 حصان، بيطلع 154 نيوتن متر مع فتيس CVT. يبلغ طول نيسان سنترا الإجمالي 4.61 متراً، وقاعدة عجلتها 2.70 متراً مع عرض 1.76 متر وارتفاع كلي 1.49 متر، ومساحة تخزين خلفية 510 لتراً مكعباً. تمتلك سيارة نيسان الجديدة المجمعة محلياً دعم الفرامل EBS ونظام EBD ووسادتين هوائيتين للسائق والراكب الأمامي. تقدم سنترا بتحكم يدوي في التكييف وفتحات تهوية خلفية ونظام صوتي من 4 سماعات يدعم تشغيل الاسطوانات مع منفذ AUX ومصابيح خلفية LED وجنود حديدية قياس 16 بوصة. كما يتوفر بها إضاءة نهارية LED وتكييف ثنائي المناطق وبلوتوث ومفتاح ذكي وتطعيمات من الكروم للعدادات وجنود رياضية وشاشة وسطية قياس 7 بوصة تدعم أبل كار بلاي وأندرويد أوتو وكاميرا خلفية. العربية بعد العرض الأخير في السعر من التوكيل دخلت المنافسة بقوة، خاصة مع وجود الصيانات وقطع الغيار تقريبا في كل مكان. وما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان نستمر في تقديم المحتوى المدعوم بال AI. وشكراً للي وصل لنهاية الفيديو.